عنجر اطلع قبال عنجر اطلع قبال مال قبال يمنا يمنا لك يا يمنا لا شنو انا ما سكرت الباب أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوجه الآخر. ضيف الحلقة لهذا اليوم جاسم شرف. أستاذ جاسم، أنا المقدم لو أنت. لا أستاذ متهم ممثل، فماكو فرق أنا وياك هسه. أهلا وسهلا بالأستاذ جاسم، وفرصة سعيدة أن نلتقي فيك، وحقيقة نورتنا أستاذ جاسم. أهلا وسهلا بك، وأنا أشكركم على هاي الدعوة الحلوة حتى أشوفكم وأشكر الكادر وأشوف جمهوري العزيز. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك مرة ثانية أستاذ جاسم، حقيقة احنا سعيدين بك. شكرا جزيلا. ولبيت لنا الدعوة على وجه السرعة والحمد لله. نعم. أستاذ جاسم، نبدي بداية مع نجم من نجوم الكوميديا في العراق، الأستاذ والفنان جاسم شرف، خريج معهد فنون جميلة قسم المسرح، وخريج كلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى. نعم. وبالإضافة إلى مشرف تربوي. أهلا وسهلا بك أستاذ جاسم. بك حبيبي. أستاذ جاسم، بديت بداية مع أول مسرحية على ما أعتقد أم خليل. لا، أول مسرحية كانت حسين الرخيص. حسين الرخيص قدمناها بفرقة المسرح العسكري، وكان وياي الفنانين عبد الجبار كاظم الله يرحمه وجبار السلمان ومكي عواد. هذا أول عمل إلي مسرحي، هو فرقة المسرح العسكري. كنت ماخذ دور كومبارس يعني. فعندي 3 شخصيات كنت أديها بالمسرحية. أول عمل إلي. بعدين حسين الرخيص، وبعدين يونس السبعاوي أخذت بيه دور بطولة. نعم. وكان وياي محمود أبو العباس. كان دبل كاست وياي سوى، كنا أنا وياه. وبعدين قدمنا أم خليل والبرقية. وبعدين البرقية. هاي شيء من المسرح نعم. العسكري. نعم، هاي بالبداية يعني. بذاك الوقت كنت أني يعني ما ماخذ شهرتي الكافية. نعم. بيت و5 بيبان صارت الشهرة. نعم. الله شهرنا دنيا وآخرة. الحمد لله والشكر. لا، أنت محبوب في الوسط الفني وبين الناس، والحمد لله. ولو شخصية علو يمكن تورطت بها. تورطت ورطة مال الأخو. فمرة أنا صغير وطلعوا حمود الحارثي بلقاء دباوة علينا بالتلفزيون، قال أني تندمت لأنه أخذت شخصية عبوسي. ويعني يا ريت ما مشتهر بهاي الشخصية. فأنا قاعد أعاين عليه، قلت مو بطران، وانا كنت أتمنى أشتغل بالفن وأشتهر. قلت شوف هذا ايش قد بطران بعد، شو أنت اشتهرت وصرت فنان ومعروف. فبعدين من اشتغلت أنا بالفن واشتهرت بشخصية علو، اتذكرته قلت والله يا أبا عمي حقه، لأن الناس بالشارع ما ترحم، ويصحوا لي عبوسي وأنا يصحوا لي علو. بس هاي من محبة الجمهور إلك يعني. أنت تركت بصمة حلوة، شخصية لطيفة. نعم. وضريبة الشهرة هي أوكي، هي شهرة ومجد إنه وفخر إنه، بس المشكلة مجاملة الناس بالشارع. نعم. تختلف يعني يلاقيك واحد بالشارع يقول لك انا وسهلا استاذ جاسم ويسلم عليك، ياخذ وياك صوره، وتختلف ما انت بذيك الصبح والساعه عليك تجيبه لقاه علا يصيح بالشارع. اقول له شنو تقول لي تجيبه مخبل اني غير تجي ويسلم عليه. فهو تعبير الناس يعني. تعرف كل من ثقافته، كل من طريقته. فنوبات تصير انه احراج يعني. مو كل الناس تعبر بحبها للفنان بشكل من بطريقته الخاصه. فنوبات نتاثر اكو مفرده مال عنجرك بعرضي. مو اي بعرضي عنجرك. عقب تتعنجر
مشكله. يعني صح واحنا نتمنى ان المشاهد من المعجب العراقي يجي ياخذ صوره يسولف بالمسرح، يعني هاي من جماليات اللقاء اكو مع ناس الفنان. بالشارع انا بالسياره يوقفوني عائله، نعم. يوقفوني بالشارع يأشروا لي اوقف وانزل من الشارع واطبق سيارتي على الصفحه واجي عليهم ونوقف على الشارع وناخذ صور ويا كل العائله وثمان لا واروح. هذا بس دليل على مال جيبه طيبتك. هاي شويه. مو انت قايله بالمسرحيه. دليل على طيبتك وتواضعك مع الناس. الحمد لله. احنا بالعكس انا صوره مجامله اي شيء ما عندي مانع يعني. بس اكو فقره قالوا لنا عليها انه انت ما توقف بالسيطرات. بالسيطره انا ما اوقف، اول واحد يوقفوه انا. لا يعني اوكي بس يشوفوك يعني تفضل استاذ جاسم. اي نوبات بالسيطرات. مره واحد اوقف بالسيطره قال لي ابو السيطره قال لي انا ما ادري وين شايفك. نعم. قلت انا ايش قلت له؟ قلت له ما تتذكرني؟ قال لي لا والله ما قلت له انا عميد عصمت. قال هو اقول وين شايفك انا؟ فصاحبي قال لك يا عميد اصلك هذا جاسم شرف. مفردات حلوه ايه تشوفها ايه بالشارع استاذ جاسم. ايه حقيقه تدري انا هم اروح على ابني بالمدرسه بالمتوسطه، بعدني ما داخل بتنفتح الباب ما ادري وين شايفك. ادخل لا استاذ هاي زين يا مدري راسل من الصفوف يصيحون محمد لوز محمد لوز ست محمد لوز اليوم محمد لوز. عاداني ازرق للاداره على موديل صار مو تقول فرصه ويضيع الصوت. اي اهلا وسهلا بك استاذ جاسم. استاذ جاسم ما سر نجاح بيت وخمس بيبان؟ والله بيت وخمس بيبان هي بالدرجه الاولى المسرحيه جدا حلوه، امكانياتها جيده، الفنانين اللي بيها كبار، موضوعها جيد، كتابتها جيده، اخراجها جيد. بس احنا بالبدايه الخدمه اكثر شيء الدعايه. نعم. يعني بذاك الوقت كان تلفزيون واحد، انت تعرف مو 400 قناه، تلفزيون واحد يشوفوه بالعراق، لو واحد لو اثنين الشباب وهذا القناه مالتنا العراقيه. لا وحقيقه هي مسرحيه بعيده عن الاسفاف. بس موضوعها جميل، موضوعها جميل. بيت السنوات الناس يقولوا البيت وست بيبان، واحد يقول سبع يابا خمسه، اربع بيبان وباب الحوش هي خمسه. بس هي موضوعها جيد، كل غرفه موضوع شكل، كل غرفه موضوع شكل. هاي هنا مره مطلقه ودا تعيش نفسها، وهنا هذا يبيع كبه، واحنا فنانين مال ملاهي بالليل. اربع بيبان والباب الرئيسي. المفارقه الحلوه ببيت وخمس بيبان اجتك بنيه في بدايه المسرحيه اسمها هبه الله يخليها. لا في مسرحيه بيت الطين. بيت الطين استمرت 7 سنين. 7 سنوات. اول يوم العرض المسرحي جتني هبه بنتي وكبرت وقعدت بالمسرحيه العفو قعدت بالمدرسه اول ابتدائي، والمسرحيه بعدها لحد الان. الحمد لله. يعني ما انساها طبعا. استاذ جاسم انت بديت على ما اعتقد في برنامج ركن الهواة. نعم. مع برنامج ركن الهواة كان يديره كمال عاكف. نعم. وكان وياي بالكورس فاضل عواد وسعدون جابر وعارف محسن الله يرحمه. فكان بذاك الوقت سعدون جابر وفاضل عواد بعد ما مشتهرين، يعني بعد ما معروفين، بس كنا كومبارس، بعد ما مقدم لا خبر ولا هاي ولا اي شيء، كل شيء ما مقدم. كنت عازف. انا بذاك الوقت كنت عازف. نعم. واني بعدين انضميت وياهم وخلوني بالكورس، كنت اني الصولو مالتهم. نعم. بذاك الوقت عندك صوت قوي استاذ جاسم. بذاك الوقت احنا تتذكر الاغنيه مال ما جينا يا ما جينا القبل. نعم. هاي القبل مو هسه، يعني كانت كلش حلوه باصواتنا احنا سجلناها. ما جينا يا ما جينا. ايش عجب ما استمريت بالغناء؟ ما استمريت، انا احب العزف يعني ما احب الغناء. نعم. صوتي كممثل يفيدني كممثل شامل، ما يفيدني ان اكون مطرب. وعندك سامي محمود صوته كلش حلو، يعني احسن من المطرب سامي. نعم، بس ما يحب التمثيل، ما يحب الغناء. يفيدنا كممثل شامل، يعني رقص وغناء وتمثيل وعزف وكل شيء يخدمنا بالتمثيل. يعني ثنائي لطيف انت استاذ سامي. نعم. وتحياتنا للاستاذ سامي. تحياتنا لنا لهذا الموقع. نعم. بس ليش بعيد عن التلفزيون استاذ جاسم؟ منو اني والله احب المسرح اكثر من التلفزيون. نعم. هاي وحده. اثنين، بالتلفزيون ما انطوني الشخصيه اللي اني اريدها، تجيني ادوار بس مو اللي انا اريدها، احسها بالنسبه لي يعني ما حلوه. ممثل كوميدي
مبدع يعني بدون مجاملة الحمد لله حقيقة. الحمد لله. ومثل حضرتك مشروع أفلام، يعني الفنانين عادل إمام، محمد هنيدي، الفنانين يعني اعتمدوا عليهم، وشباك التذاكر اعتمد على هكذا ممثلين. يعني أنت من الممثلين اللي حقيقة لو الإنتاج التلفزيوني والسينما يفكر به كطاقة حقيقة ما يخسر. اشتغلنا استاذ، احنا اشتغلت انا فيلمين، فيلم بديعة نعم، وفيلم العربة والحصان ويا سلمي البصري وحمود الحارثي. اشتغلنا هاي الافلام. بس الفن بالعراق تعرف انت مو مثل باقي الدول، يعني الفن عندنا يختلف، يعني مثل الفن عندنا مثل ما موجود مثل بمصر يختلف. احنا عندنا الفنان محدد وطاقته صغيرة وماكو إلى دفع وماكو إلى إنتاج وماكو إلى أي شيء، ومحدود في بلده. بينما بمصر يعني أنا عندي مبدأ أنه الفن ينشأ في لبنان ويعيش بالقاهرة ويموت بالعراق. الله. أستاذ جاسم، الفنان العراقيين كلهم مبدعين. نعم كلهم مبدعين وأحسن الفنانين. أحسن الفنانين. نعم أحسن الفنانين. لو توفرت كذا شروط مو نقول نعم. من ضمنها الإنتاج. جاسم شرف يقولون يطلب مبالغ عالية، بس ما شفتك هيك، يعني من وجهت لك الدعوة ما ناقشتني الأجور. بالعكس وأنا جربتك في مسلسل العصابشية، انه قالوا انه ما ماخذ اجور ولا ماخذ، بس اللي ماشي عليك انه تاخذ اجور غاليه. لا بالعكس اخو، انت جيت علي وتناقشت وياي وسولفنا على البرنامج، بس اني لا ما بحياتي ما طالب اجور من اي شخص، يعني اجور عاليه. حتى اجي اشتغل بعدين نص العمل ربع العمل يقولوا لي يابا هاك هذا مقدم اجور ما نسولف بيها. سوى الفنان من حقه يعني ان يطالب باجور، بس انا ما طالب باجور. يعني هذا تعرف شغلنا احنا. نعم لازم ناخذ عليه اجر. نعم. بس لا ما عندي ذيك الصفه انه اطلب اجر كذا. ما فد يوم صارت عندي مشكله على اجر، او ما فد يوم طلبت اجر عالي، يعني اريد فلان شيء اريد فلان شيء، بالعكس. استاذ جاسم، احنا برنامجنا الوجه الاخر. عندك شغله ثانيه غير الفن؟ والله يعني بالحقيقه مشرف تربوي. مشرف تربوي. نعم. تواجه مشاكل مع الطلبه او اولياء الطلبه او الاساتذه، لان انت ممثل كوميدي. لا احنا يشوفوك تدخل المحاضره. اي احنا مثلا شغلنا اشراف تربوي، يعني اكثر شغلنا زياره نسوي للمدارس. نعم. فمن اروح على مديره مال المدرسه، السلام عليكم، قعدات المعلمات، اهلا وسهلا، شلونكم؟ يقولوا لي استريح تفضل استاذ. اقول امر خدمه، عندك طالبه عندك طالب عندنا؟ قلت له لا يابا لا طالب ولا طالبه، انا جاي مشرف عليكم. ها انت مشرف صدق استاذ؟ اهلا وسهلا يا هلا مرحبا. فيتفاجئون، يعني يقول لك هو فنان شلون يشتغل مشرف، يعني بالاضافه الى وظيفه. يعني احنا متعينين بالتربيه ما متعينين بوزاره الثقافه، هذه مشكلتنا من زمان. نعم. يعني احنا التربيه تاخذنا وزاره الثقافه اللي هو اختصاصنا، احنا فنانين. يعني المفروض انا هسه اداوم بالمسرح الوطني ونعرض مسرحيات للدوله ونعرض مسرحيات لوزاره الثقافه، احنا نداوم بالتربيه. اي فنان يعني شغله المفروض يكون على الثقافه. احنا هسه لا تروح المسرح الوطني تلقى قاعدين 3/4 بالكافتريا مو فنانين، يعني انا ما شايفهم. صح. ما شايفهم اصلا. واحنا الفنانين بدنا نشتغل بالتربيه، اني سامي محمود، احسان دعدوش، انعام الربيعي، اكثرهم يداومون، صلاح مونيكا، محمد مجيد، كلها تشتغل بالتربيه، اكثر الفنانين. بينما احنا اختصاصنا وزاره الثقافه. يعني مثلا المسرح الوطني اللي هو تابع للدوله يريد يسوي عرض مسرحي، زين انتم ليش تجيبون فنانين من برا وتعطوهم اجور وتتعبون وكذا؟ بينما هذا الفنان هو اصلا موظف عندكم، هو اصلا موظف وزاره الثقافه، هو اصلا موظف بالمسرح الوطني، جيبوه خليه يقدم عمل مسرحي وتاخذون عليه اجور وكذا وتبيعون وحالكم حال المسارح. ليش تجيبون من برا؟ مو عندكم موظف. استاذ جاسم، برنامجنا برنامج شامل. نعم. وراح نتحدث على غير امور ان شاء الله. بس خلي نروح فاصل ماشي. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود مع الفنان جاسم شرف.
تعلن إدارة شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة عن استعداد الفندق لاستقبال الضيوف الكرام في كافة مرافق الفندق، وإقامة حفلات الزفاف مع حجز غرف الأعراس وبأسعار مناسبة، إضافة إلى الحفلات في حدائق الفندق ومسابحه وقاعاته حسب الطلب، إضافة إلى المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية، مع وجود تسهيلات البارك وخدمات الإنترنت مجانا، وتوفر كافة سبل الراحة للضيوف الكرام، وسوف تنالوا الخدمات التي ستقدم لكم إعجابكم، بحيث سترغبون بتجديد الحضور دائما. لك ايش بك انت؟ قفلتك بعرضي لا انا قفلت. انا بحياتي ما شايف واحد يحب الكتل بقد هذا. ادري زوجتك مال الكتل، فاهمني؟ يطلق مخصصات على الكتل. قفلتك بعرضي لا انا قفلتك ها؟ ادق بي وقول لي غني، ادق بي وقول لي غني. ادري بابا ابراهيم تاطل ثاني، فاهمني؟ زورك يتعينه ولا يبين عليه ولا يتعينه ولا يعطاه. النوبة ثمن على الكتف باوع، النوبة ريت على الكتف بابا. كان مدنبش بالعافية، غضرب واجع له الكتل واجع له بسك بعرضي. لا ها؟ ترى خاب عبالك كان يخالي ولا تازه. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم مع الفنان جاسم شرف. الحالة الاجتماعية احنا نعرف أنت متزوج 2 وعندك 9 أطفال، 5 ما ولد شاء الله. و4 بنات، وعلى أساس رأس الشهر وعلى عيد الحب تتزوج مرة ثانية. أبد مو حاروقة ولا مبين عليك. شو تكسر رقبتي؟ لا الحمد لله والشكر. أنا عندي زوجة وأحبها وأحب بيتي وأحب أطفالي وسعيد بحياتي الزوجية الحمد لله والشكر. الحمد لله. عندي 5 ولد وبنات 2. نعم. والولد يعني، وعندي حاليا أحفاد، عندي 5 أحفاد ما شاء الله. أي من بنتي عندي ومن ولدي 3 عندي أيضا أحفاد والحمد لله والشكر. بعد ما عندي غيرهم، لا اسوي لي هاي. زين. ولدك اعتقد في معهد فنون جميله. اي نعم، معهد فنون جميله واكثرهم مصورين يعني. ايش عجب ما راحوا تمثيل؟ انا ما اخليهم حتى لين ظلموا مثل ابوهم. لان التمثيل ما يعيش عائله يعني بصراحه. عندك مقوله تقول بها بالمناسبه، تقول نعم. لو اعتمدت على الفن لمت جوعا. اي طبعا، ولا زلت ولحد الان. نعم. يعني احنا هسه خلينا نفرض، يعني انا كممثل انتظر 2 3 قاعد بالبيت دا يجيني مسلسل اعود اشتغل به. صح. مو صحيح؟ هاي معاناة. اكو غير هاي الشغله؟ صح. هاي معاناة الفنان العراقي. مو صحيح، يظل قاعد كل شيء ما عنده. بس احنا الحمد لله والشكر دا نشتغل مسرح. المسرح رزقه زين، بس هو مو باستمرار. يعني تجينا مسرحيه نشتغل، ما تجينا مسرحيه ما نشتغل. فاذا هو مو مورد رزق لاي فنان، هاي معاناه كل فنان عراقي. يعني لذلك تشوف احنا من نشوف الشكل الحياه الفن بالعراق هكذا، فما نشجع اولادنا او على الفن. فسويناهم مصورين. المصور هو يعني مهنه فنيه حلوه ونظيفه ورزقها دائما متوفر وموجود وحسب موهبته. يعني انا اودي يذب بالمسرح ويروح على التصوير. رغبته. اي نعم رغبته. فتشوف هم لانه يحبون التصوير. فالحمد لله يعني مصورين. نعم. يسموك ابو دنيا، ايش عجب؟ دنيا بنتي الكبيره. الكبيره. زين هسه الولد؟ عندي محمد وحيدر وبلال واشرف ومسلم. الحمد لله. بس يصيحوا لي ابو دنيا. بقت مشيت عليهم وهي الكبيره ماشي ابو دنيا. اي ابو دنيا. وانا احب يصيحوا لي ابو دنيا، ابوها للدنيا. يعني معنى. نعم الحمد لله. استاذ ابو دنيا خلينا نقول. نعم ابو دنيا. ابو دنيا، كان عندك فكره جمعيه للاستهلاكيه للفنانين. موجوده ولا زالت بالمنصور، مقرها بالمنصور.
جمعية تعاونية استهلاكية للفنانين العراقيين. يعني بإمكان أي فنان يقدر؟ نعم بإمكان أي فنان، بس بشرط أن يدفع قسط مو يقلب. نعم الفنانين ما عندهم نتورط ننطي، الوحيدين ننطي للناس، بس الفنانين يجي ينطي ما يدفع. يا بده اوقف يقول خلينا ندفع السلفه مال الفنانين هاي المتورطين بيها مال المصارف عود بعدين ندفع لكم. الفنان ما يدفع. شو موسى قبل شوي كنا نسولف عليه قلنا ما عنده مسكين وكذا، بس انا الحمد لله هي مساعده لهم، تسهيلات لان انت فنان تعيش الحاله الحمد لله والشكر. الحاله المعيشيه للفنان. نعم. فاكيد تراعي سياراتك لو ادوات كهربائيه. بالبدايه كانت والله، هسه قمنا ما نجيب لهم ما يدفعون. نتورط، خلينا نتورط بثلاجه احسن من نتورط بسياره، مو نتورط ببايسكل احسن من نتورط بسياره. زين نقدر نعدد اسماء اللي ما يدفعون؟ لا ما يصير، شلون اقدر؟ هم كلهم ما عندهم، كلهم امورهم تعبانه، يراد لهم مساعده، يراد لهم تمويل، يراد لهم دفع. يعني مشكله الفنان مشكله كبيره. يعني مثلا هسه اني جاسم شرف الناس تعرفني الحمد لله والشكر، يصير اني ملابسي مخربطه وما ادري شنو، تكرم لابس نعال واركض بالشارع دردل الحق على الكيه واصعد بها، الناس تشوفني راسا يقول لك انت فنان شنو تصعد كيه، شنو ما عندك تدفع فلوس، شنو ملابس، ليش ما عندك مسؤوليه، خصوصا الشهرة مسؤولية جدا كبيرة، لازم تلبس، لازم تطلع، لازم مثقف، لازم تناقش الناس، لازم تحكي تجامل الناس، لبسك لازم يكون بالشارع حلو، مظهرك حلو بالشارع، أكيد. سيارتك لازم حلوة حتى الناس تشوفك انه انت فنان مشهور ببلدك وبين ناسك وبين اهلك. ما يصير انت كل شيء ما عندك وتركض على الكيه وتركض على المصلحة. هذا كله صوت من صوت الدولة. لو الدولة ترعانا وتدارينا وتنطينا كفنانين. أنا أتذكر رحت سوريا اكو النقابه مال الفنانين، انه الفنانين من الفنان يتوفى ينطوا تقاعد، النقابه تعطي صح، النقابه تعطي تقاعد، تعطي فلوس وتعطي راتب وتعطي منحه، كل شيء تعطي. هسه النقابه اذا توسل بينا احنا ندفع لها حتى تعطي اجار ما حدا تعطي اجار. فجبناه على المكسب الرزق بالنسبه للفن. نعم. فاحنا لذلك تشوفنا ما معتمدين في حياتنا على الفن، لانه الفن مو مورد رزق للفنان العراقي. هاي بالنسبه للفن. نعم. استاذ جاسم، كنت رياضي في فتره؟ قالوا حامي هدف بالمنطقه. اي شلون نقول شيء ساعداني بالك ابد ما عندي، ما احب الرياضه، بس انا احب الركض، يعني بيتنا بالقادسيه فدائما اركض على الجادريه، كلش احب الركض، هوايتي الركض يعني المشي والصيد، يعني ذني هوايتي. هذا بالنسبه. نعم. الطبخ طيب لا الطبخ تدخل ويا زوجتك للمطبخ؟ اي ادخل، انا احب الطبخ، انا احب الطبخ، كلش احب الطبخ. اكلتك المفضله يا؟ والله طبعا تخرب ضحك اذا اقول لك شنو اكلتي المفضله، ما ادري انت متعمد تعرفها ومتعمد تسالني اياها. اكلتي المفضله فشه، احبها بالشكل، يعني كنت اني اركب سيارتي اقعد الصبح من الغبشه. نعم. يبيعوها بالنهضه. نعم. بالنهضه للجنود الصبح على العسكر لانه رخيصه، اروح الطاوه الكبيره الكبرى وقاعد هذا ابو الفشه بالقاع والكراسي قواطي مال نيدو. نعم. واجي اني اقعد بصفه، وهذا اقول له اريد معون شويه داري لي كبير وكذا، اقول له بس انت من تصب لي لا تقول جاسم شرف وتروح ناس عين علي عيب جاي اكل فشه وقاعد على قطيه، فانت لا تقول جاسم شرف، فيعطيني الماعون اني اكل استاذ جاسم شرف خلصت انطيك بعد، قلت له انا مو قلت لك لا تقول. ثاني بصراحة هي الأكلة المفضلة عندي. أستاذ جاسم، شخصيتك بالتلفزيون وعلى المسرح تمتلك روح المداعبة والكوميديا، بس بالواقع وبالشارع لا أنا أختلف بشكل جدا، بحيث حتى نوبات أكو ناس تنتقدني بهاي الحالة. أنا على المسرح شكل وبالشارع غير شكل، حياتي الفنية شخصيتي تختلف عن حياتي العادية. يعني مثلا واحد يجيني يسلم علي شلونك، اهلا وسهلا شلونك حبيبي، هاي شنو لا تضحك لا تقمز، لا قلت له شنو اقمز
انا زين انا امشي بالشارع اضحك، ليش اضحك؟ غير عندي فد سالفه حتى اضحك عليه، ايش يقولون عليه؟ وخبر هذه يضحك واحده غير تحكي لي سالفه حتى اني اضحك. زين انت تقول لي تقمز، شنو اقمز؟ اقمز شنو؟ شلون تريدني اقمز؟ امشي بالشارع ليش اقمز؟ قال لا مو انت بالمسرح وهذا تركض وكذا. قلت له اي هاي تختلف. هاي تطلع صدق عندك حاله من الصراخه هوايه على المسرح. لا انا صوتي قوي، انا صوتي قوي. اي صوتي كلش قوي. بس العمر هم له حب، احنا نقول أكيد الخشب بس طبعا. انا شفتك اخر مسرحيه الحمد لله نفس الشيء. اي لا الحمد لله الحمد لله، احنا نحب المسرح نعم. فما نحس بتعبه. استاذ جاسم عندك مقوله تقول الفنان قادر على اسقاط النظام. نعم اكيد، لان الفنان هو شغله كله اعلام. نعم. فاكيد هو الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام يسقط مو نظام، يسقط 10 انظمه. ايهما تاثير اكثر، الفنان ام السياسي في المجتمع؟ الفنان. كيف؟ لا هو الفنان يعني اولا حبه للناس، بعدين تقبل الناس كلمته وحكايته وحكي، الناس تتاثر بالفنان كلش هوايه وتستصيغ له وتسمعه اكثر من السياسي. السياسي ممكن ان يكون مكروه، ممكن الناس ما تحبه، بس الفنان الناس تحبه، ما فد يوم تكرهه. أكيد. لذلك تشوف هو يعني كلمته مستجابه ومسموعه اكثر، حب الناس له. استاذ جاسم عندك مهنه اخرى، عندك لوندري. اي نعم مكوى بعده مكوى بالقاسيه. والله لا هسه هو يشتغل به اخويا الاصغر مني. نعم. بس هو احنا اختصاص المكوى اختصاص من والدي، كان عنده مكوى واقدم مكوى بالكاظميه، كان اسمه مكوى الزهراء بساحه الزهراء، اقدم مكوى بالكاظميه. فوالدي وعمي هم اختصاصهم المكوى، لذلك فاحنا من كنا صغار كنا نشتغل وياهم بالمحل، تعلمناها للمهنه. فقمنا من نريد نفتح مشروع نفتح مكوى. احنا على اساس ناخذ الجانب الاخر من حياتك على المكوى، بس عرفنا انه مو انت ما قاعد تشتغل. اي حاليا لا ما متفرغ وما عندي وقت يعني. بس هسه تعرف انت الشغله. اي نعم اعرف اكو، اعرف اجورها والغسالات والمكاين وكلها الحمد لله. اختصاص احنا بها الحمد لله والشكر يعني. ليش تحب تسافر للشمال دائما؟ دائما وين رايحان؟ ما رايح للشمال. وزوجتك كرديه؟ اي زوجتي كرديه. وقالوا انت اضرب من ادب اللغه الكرديه. لا مينا انا ما اعرف، انا رحنا فد مره للسليمانيه ما اعرف الاربيل، ف بدنا ناخذ بنزين وقال لي زوجتي يحكي وياها بالكردي، هذا بدي احكي وياها بالكردي. تعرفوا انا ما يعني مو هالقد افهم، بس اذا يحكون قليل يعني افهم الموضوع اللي يحكون عليه، بس ما اعرف يعني ما اعرف اجاوب عليه. فهو يقولها انت زوجة جاسم شرف، شلون انت كرديه وزوجة جاسم شرف؟ قالت له احنا كنا عراقيين. فقالها قولي لنا اخاف مضوجك متعبك بشي، قولي ما طلت يمنا حتى ناخذ بحيفك. فقلت له تعالي هاي شو يحكي وياها شو يقول لك؟ قالت لا اي بيناتهم انا بس ابغى عليهم. قلت له ايش قال لك؟ قالت يقول لي اخاف جاسم يغثك هذا، قولي ترى احنا اهلك احنا ناسك. قلت له انا قلت له شنو دا تستغلني انت ما تحكي عربي يا ما يعرف يحكي عربي، ما يحكي عربي. على المسرح هم صادفك موقف محرج بالشارع او على المسرح؟ مواقف كثيره الفنان يمر بها. على المسرح هواي اكو مواقف يعني وكلش هواي يعني. اكثر تعرف مسرحياتي ويا الفنان سامي محمود. ف مره جيت للمسرح فطبيت بغرفتي، هي غرفه بي انا وسامي وواحد ويانا. فطبيت غرفتي دا اريد ابدل، لبست القاط مالتي بيته 5 بيبان، لبست القاط وكملت. تكرموا الحذاء ماكو، زي شلون واحد يطلع لابس قاط حذاء ماكو يطلع حافي قدام الجمهور. دورت عليه ردت ما لقيته، باوعت منه ماكو. زين وين راح هذا الحذاء؟ هو بس سامي بغرفتي وهذا الجوي شالوه. ليش ما اخذوا القاط؟ ليش اخذوا الحذاء؟ بعد ماكو، بعد نص دقيقه نعرض راح تبدي الموسيقى مال الافتتاح، فماكو. دورت عليه معودين زين شلون تكرمون البس نعال واطلع قدام الجمهور. اي فعلى سامي محمود، فطلعت قدام الجمهور حافي يعني بدون قاط. بس انا عرفت انه سامي محمود هو اللي ماخذه. رجعت لغرفتي ورا المشهد لقيت الحذاء مالتي موجود. يعني شنو اذا هذا يعني كمين. فبعدين ضميتها لسامي يعني ورا شهر هيك، شهر ونص حتى ينسى الموضوع. صعدنا على المسرح تمثل عندنا بالمشهد، اني
اقول له سامي بالمشهد لازم يسمع كلام، انا شو اقول له هو يمشي. قلت له قبها مال قبها مال قبال، مشى سامي قبل. بعدين قلت له يمنى يمنى، هو فات يمنى. قلت له يسرى يسرى، فات يسرى. هسه لازم اقول له يمنى، صار بحافه الستيج مال المسرح، هو صار بالحافه. قلت له هم اطلع قبال قبال، قال وين قبل وين قبل وين قبل بعد ماكو. قلت له لا هم اطلع قبال، قال لا حرجع. قلت له لا ما يصير هم اطلع قبال. طلعت اقول وقع الجمهور. فجاء قال لي ليش دبيتني على الجمهور وقعتني؟ قلت له تتذكر ايام زمان من ضميت الحذاء مالتي وطلعت حافي قدام الجمهور. هاي واحدة بواحدة. اي واحدة بواحدة. يابا هسه اعزائي المشاهدين فاصل ونعود لكم. فاصل؟ ايه هي ايش عندك؟ مو انت ما تقول كتني العطش يا معود حتى نشرب مي. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم. تعلن إدارة شركة فنادق المنصور المساهمة المختلطة عن استعداد الفندق لاستقبال الضيوف الكرام في كافة مرافق الفندق، وإقامة حفلات الزفاف مع حجز غرف الأعراس وبأسعار مناسبة، إضافة إلى الحفلات في حدائق الفندق ومسابحه وقاعاته حسب الطلب، إضافة إلى المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية، مع وجود تسهيلات البارك وخدمات الإنترنت مجانا، وتوفر كافة سبل الراحة للضيوف الكرام، وسوف تنالوا الخدمات التي ستقدم لكم إعجابكم، بحيث سترغبون بتجديد الحضور دائما. وين انا ما نعرفهم رجال على شيء عيب. شلون صارت معها؟ ماش بيه تشوفها الرجل واشي واحد واشي وانا مريد اغنن ودجن ورقصن. هلا روح حسنك عالجميل مخلوق ومن هجرك اطفي العين ويلي. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع الفنان الرائع جاسم شرف. أستاذ جاسم، خلينا نرجع شوية على الفن. نعم. مسرحية ساعة السوداء مسرحية كوميدية لكنها أبكت الجالية العراقية في أمريكا. نعم. بصراحة مسرحية ساعة السوداء جيت لأمريكا، طبعا عرضناها بأمريكا. نعم. سنة بأمريكا عرضناها للجالية العربية ونجحت نجاح جدا كبير واحنا سعداء بها. فمن جينا كملنا كتبت المسرحيه، قالوا لي ايش راح تسميها؟ قلت لهم المسرحيه اسمها ساعة السوداء جيت لامريكا. قالوا شلون انت بعقر دارنا والسبنه انت بامريكا، شلون تقول ساعة السوداء جيت لامريكا؟ قلت لهم والله اني هذا افضل اسم. ليش؟ لانه اني الجاليه شفتهم بامريكا، يا هلا اقول له شلونك؟ يقول لي والله ساعة السوداء جيت لامريكا. ها شلون امورك؟ شلون شغلكم؟ عود يا شغل ساعة السوداء جيت لامريكا. يقول لي الاهل شلون مرتاحين؟ معود يا مرتاحين ساعة السوداء جيت لامريكا. المرتاح والما مرتاح يا الاسئله يقول لي ساعة السوداء جيت لامريكا، فسميناها ساعة السوداء جيت لامريكا. يعني هم الجاليه كيفوا على اسم. الحمد لله كان لها صدى كبير. نعم نعم. وانتم تعاطفتوا مع الجاليه العراقيه، واتذكر حسب ما نشر انه حتى التذكره كانت قليله يمكن $45. $45 وكانت عندنا العرض الواحد باليوم كان يجينا ما لا يقل عن 3000 متفرج. الحمد لله. يعني يوميا. فسالتني قلت لي وهم بكوا هناك، تعرف الغربه هي صعبه، يعني واحد بالغربه يتذكر ايام حياته، يتذكر ايام زمان مالته شلون كان،
وين يقعد وين ياكل وين يشرب، منطقته بلده ناسه، فاكيد يعني هم يتاثرون بها. فكان عندنا الفنان سامي محمود زميلي وصاحبي واخويا. سامي كان بين فتره وفتره يعطيهم الموال العراقي، نعم، ويحكي على جسر الحديد ويحكي على الاكل العراقي اثناء الموال. نعم، من ضمن المسرحيه. نعم، فهم كانوا يتاثرون به بصراحه ويبكون. هاي تزيدهم تشوق لبغداد، طبعا العراق، طبعا للاهل الاصدقاء. طبعا كانوا كلش يرتاحون للمسرحيه. يعني عندكم مشروع اخر للسفر الى؟ والله ان شاء الله بعون الله بشهر السادس يعني اكو نيه. نعم. ان هم كتبت مسرحيه جديده. نعم. هم راح نقدمها بامريكا، وموضوعها هو علاقه المغترب العراقي ببلده وشنو واجباته تجاه بلده، وشون راح يحن البلد وشون يرجع. اعمالك جديده على رمضان؟ والله بعد هو دائما تجينا احنا اعمال على رمضان، وانا دائما اقدم اعمال، ويعني اني انتجها على قناتنا، قناه الدوليه للانتاج الفني، انا وزميلي سامي محمود، فدائما يتفقون ونقدم اعمال برمضان. يعني استاذ جاسم، صوتك ما شاء الله بعده، والكادر همس بدني بالاستراحه. ايش مدرك بعده؟ ايش مدرك صوتي بعده؟ لا الحمد لله، نتمنى لك الصحه والسلامه دائما. وانا قلت لك انه احنا مو مطربين وانما ممثل شامل، يعني يغني ويعزف ويرقص. شنو الفرق بين المطرب والمغني؟ اي قوية هذا السؤال، انا احبه طبعا، اموت عليه هذا السؤال. الفنانين، يعني انا مرة تعرفت على واحد انطاني كرت، قال لي، قلت له منو حضرتك؟ قال تفضل هذا الكرت مالي. انطاني الكرت ماله مكتوب عليه الاستاذ الفنان فلان، الاستاذ الفنان والمطرب، وكاتب اسمه جوا. قلت له بدون زحمه، انا عندي اعتراض على الكرت، يعني ولو تزعل. قال لي لا بالعكس. قلت له اني هذا الطرب الجديد الغنى اقصد كله ما اعترف به. قال لي ليش؟ قلت له ما يطربني. صح. قلت له انت فرق ان تقول انت مغني او مؤدي او تكون مطرب. المطرب من يطرب الناس، فانت مدى تطربني. صح. حتى تقول على نفسك مطرب. اي واحد يقدر يغني. اي واحد يغني. مو بس مو كلهم يطربوا. ويؤدي الغناء، يؤدي الغناء، بس هو مو مطرب. يعني ما يطربني مثل ام كلثوم، عبد الحليم حافظ. انت كانما هسه مسوي على نفسك داز رساله لواحد وتقول له المرسل جاسم شرف المحترم. ما يصير انا اقول على نفسي محترم، وانما هي الناس تقول عليك انت محترم. فانت ما يصير على نفسك مطرب، لان انت ما تطرب. يعني انا فريد يطربني، عبد الحليم يطربني. استاذ جاسم، من هو مطربك المفضل؟ مطربي المفضل نجاة الصغيرة، محمد عبد الوهاب، وصباح فخري. من العرب ومن العراق؟ ذول اللي يطربون. العراقيين كاظم الساهر. كاظم الساهر. نعم. زين، اريد اسال. انا اسالك. نعم. يلي بتسال علي ملكش دعوه فيا، يلي بتسال علي ملكش دعوة فيا، بتسألني ليه عليا. الله. نعم. تكمل لنا شيء من؟ والله يعني احب اغاني محمد عبد الوهاب. نعم. يعني قبل شويه قلنا اللي يطربون، يعني الطرب. يطربون صح. اغاني محمد عبد الوهاب. نجاة الصغيرة. النجاة الصغيرة، اغاني محمد عبد الوهاب. اي اغنية تدندن بها دائما؟ اي ادندن بها دائما. واللي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه، قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه، قولي وانت الغالي عليه قلبي. العين في العين وانت ولا داري بحالي، والآه تبقى هين وانت على بالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين؟ كان ملك ومالي. قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه، قولي. هاي
محمد عبد الوهاب. الله يا رائع. ونجاة الصغيرة. نعم، ونجاة الصغيرة لها مقطع كلش حلو، هم دائما أدندنه. الأغنية تقول هي عيون القلب، اللي تقول حبيتك يا حبيبي، حبيتك يا حبيبي، من غير ما اسأل سؤال، وحسهر يا حبيبي ما طال المطال، انا بس اللي محيرني وما خلانيش انام، ازاي انا اقدر اسهر وازاي تقدر تنام، لا 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 الله يا رائع. لا 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 حبيتك كلش احبها. فد اغنية عراقية، فد اغنية الاغاني العراقية انا احب طبعا اكثر شيء الاغاني القديمة اكيد. أدير العين ما عندي حبايب، أريد الدار بس وين القرايب، يشوفوني ويحنون على حالي ويونون، يشوفوني ويحنون على حالي ويونون، أويلش كثر أتحمل مصايب، أويلي ويلي ويلي أويلي انهدم حيلي. شو رجعها بعد؟ الله، هذه اغاني السبعينية. هسه كلها تشاك تشيك تشك تشك. استاذ جاسم، ودم دم تك تك. هم حبيت بحياتك؟ أنا كل حب، كلك حب. كل حب. نعم الحمد لله. ايه الحمد لله، كل حب. احب الحياة واحب الحب واحب كل شيء بالدنيا، واني ابوه للدنيا واني ابو دنيا. فد شخص تتمنى تشوفه في هذه اللحظات؟ والله بصراحة ابني حيدر ان شاء الله قريبا جدا. نعم. راح يجي طفل ان شاء الله، وسميته اني، واتمنى يجي حتى تكمل فرحتي، بس اريد الله يتمم خلقته وان شاء الله يجي بالسلامة وارد اشوفه هذا ان شاء الله. ان شاء الله. حقيقة احنا سعيدين بك استاذ جاسم. الحمد لله والشكر. واني اشكرك على هذا اللقاء، حقيقة الشرف. نورتنا، ولو كان برنامجنا موضوع اخر بس غطيت صار غير شكل، انت، صار غير شكل. وان شاء أنا الله حاضر. نلتقي بك في لقاء اخر، وان شاء الله ترجع من امريكا ونشوف اعمالك الدرامية ان شاء الله، تلفزيون سينما ومسرح، ونتمنى لك كل الموفقية. أشكر برنامجكم، برنامج الوجه الآخر الممتع والجميل، وأشكر قناتكم نهار العراق على دعوتي لهذا البرنامج، وإن شاء الله في برامج متنوعة، وإن شاء الله نقدم مسلسلات على هذه القناة الجميلة الحلوة. وتحياتي لكم ولكل الكادر، ومع ألف سلامة. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل إلى الأستاذ الفنان الرائع جاسم شرف، وإلى كادر العمل، وإلى إدارة فندق المنصور ميديا. نستودعكم الله، وإلى لقاء آخر، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ جاسم. العفو العفو حبيبي، العفو.